السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا بالغاليين في المنتل جيم. إن شاء الله النهاردة هنبدأ سلسلة كود ريفيو للبروجكت اللي أنا عملته، اللي هو لغة البرمجة نظم. الحقيقة مشروع زي دوت أنا اتعلمت منه حاجات ياما، هدف المشروع ما كانش الصراحة إن اللغة تطلع للإندستري وكده. فكرة إن أنت تبقى في لغة، في كوميونيتي شغال عليها بيطورها، في لايبراريز بتطلع، في سبورت، ساعتها ممكن الاندستري تفكر إن هي تبدأ تستعمل اللغة دي لو شافوا إن هي فعلا بتحل مشكلة. ده الريبو هنا عندنا على الجيت هاب، وطبعا هتلاقي إن اللغة دي فيها شوية فيتشرز، أولهم إن هي تايب سيف، مهياش بايثون وعندك ال FFI، وهو إن أنت تقدر تنادي على كود سي أو أي compiled كود عموما، وبالتالي تقدر تدخل اللغة دي في مشاريعك. بس زي ما قلنا إن إحنا الاندستري مش هدفنا دلوقتي خالص. بروجكت زي ده هو قديم شوية، بقاله أكتر من سنة، واللغة دي صراحة فكرت إن أنا أعملها بعد فشل أول لغة أنا عملتها، لغة عين. هذه أنا عملتها في سنة أولى كهرباء. كان في دكتور عندنا C++، كان طالب تقريبا تاسك كده إن أنت تاخد كود سي تعمل له كليننج، تشيل الكومنتس والكلام ده. نقطة الفكرة في دماغي إن أنا أقلبها كومبايل، وقد كان طبعا قعدت أسبوعين في موضوع زي ده. طلعت حاجة رقيقة خالص، بس كانت شغالة نوعا ما، ورحت طبعا أناقش المشروع قدام المعيد والموضوع ما اشتغلش. المهم إن أنا اللغة دي صراحة قعدت أفضل أطور فيها لمدة أكتر من سنة بعدها، ده لأن أنا كنت فعليا حابب الموضوع ده، موضوع الكومبايلرز والكلام ده. وصلنا الحمد لله إن إحنا عملنا انتربريتر الأول، بعدين قعدنا بناء اللغة من أول جديد خليناها كومبايلد، ولكنها برضو ما كملتش. سبب الحقيقة إن هي زي ما قلنا إن هي مكتوبة بسي بلس بلس. أنا خد بالك إن أنا كنت قبلها أصلا جاي من خلفية الأندرويد، من عالم الجافا والكوتلين والكلام ده. فبالنسبة لي أنا واحد عايش مع ال OOP، فأنا لما جيت أعمل بروجكت زي ده، ال OOP طبعا مش هينفع يكمل في موضوع كومبايلر الحقيقة إطلاقا، وده أنا بكلمك عن تجربة. زائد إن أنا كنت في موضوع السي بلس بلس، أنا حتة الميموري والبوينترز والكلام ده أنا كنت عامل لها سكيب من زمان. حتى لما بدأت أتعلم برمجة زمان خالص كانت أول لغة سي بلس بلس. حتة البوينتر برضو عديت عليها كده، ما كنتش برضو ملم بموضوع البوينترز بشكل عميق. فلما دخلت أعمل بروجكت زي ده، طبعا أنا داخل بعقلية ال OOP والجاربج كوليكتور، على طول كنت برمي شيرد بوينترز، سمارت بوينترز، وطبعا ده بيأثر على الإفشنسي بشكل ضخم. بعدها أنا طبعا يأست. في موضوع يأست الصراحة شفت لغة راست، وراست الحقيقة كان عليها فترة كده هايب إن هي هتحل مشاكل الميموري وهتيجي تستبدل سي بلس بلس إن هي unsafe والكلام ده كله. فكانت بروجكت نظم الحقيقة كان مشروع قوي جدا في إن أنا أتعلم لغة راست. وراست هم عندهم حاجة بيصدروها اللي هي البارو تشيكر، وإن البارو تشيكر ده هيفضل يعاند فيك وإنت بتكتب الكود، لأن هو بيمنعك إن أنت تكتب unsafe كود. دايما بيخليك تكتب سيف كود، مفيش أي سيك فولت هيحصل معاك وهكذا. فموضوع راست الحقيقة كان بالنسبة لي إن أنا بس اتعرفت على موضوع الميموري والبوينترز بشكل أعمق. البارو تشيكر صحيح في البداية فضل يعاند فيا حرفيا، كنت بتخنق بتعصب لما البارو تشيكر يمنعك من كود انت شايفه اللي هو انتوتيف خالص، ولكنه فعليا ممكن يبقى unsafe. مع الوقت في البروجكت دوت لغة نظم بدأت أحس بشوية باترنز بمشي عليها في الميموري، وبالتالي بدأت أتجنب البارو تشيكر إن هو يفضل يتخانق معايا. وإيه اللي أقدر أقوله خلاصة إن راست الحقيقة ممكن تعتبرها لغة تعلم عن الميموري. لو أنت حابب تكتب في لو ليفل سيستمز ممكن راست تفيدك في إن هي يا دوب بس تعلمك الموضوع ده، ولكنها أنا مش شايف إن هي فعليا تطلع برودكشن لأي حد، اللهم إلا الكومبايلر بتاعهم هو اللي فيه ميزة عن الكومبايلرات التانية. هو في حتة الايرور ريبورتنج بشكل قوي جدا، حتة التولز عند راست قوية جدا جدا فوق ما تتخيل. الكريتس واللايبراريز والسبورت بتاع راست قوي جدا جدا. كنت اتمنى ان حاجه زي دي تحصل مع لغه زي سي، لانه بعد البرمجه براست والكلام ده انا شايف ان سي هي افضل لغه لا زالت موجوده لحد النهارده. في لغات حاولت تحسن على سي زي مثلا سي 3،
لغة زيج وجاي برضو. يعني اللغات دي جديدة، والصراحة برضو كل واحد ليه تفكير، وأنا شايفهم تقريبا أحسن من لغة زي راست، بالذات في موضوع البارو تشيكر. لأن البارو تشيكر الحقيقة أنت ممكن تكتب ألجوريثم أسرع بكتير، ولكن البارو تشيكر للأسف ما يقدرش يعرف إن الكود اللي أنت كاتبه ده سيف، لأن مش كل البرامج السيف البارو تشيكر يقدر يحدد إن هي سيف. خلينا نعرف ده كويس جدا. عشان كده راست فعليا أنا شايف إن هي مش برودكشن خالص. وانس إن أنت اتعلمت راست في حتة الميموري والبوينترز والكلام ده، ممكن فعليا تقدر تبدأ تكتب سي كود. المهم دي لغة نصب، لو رحت للسنتكس بتاعها الحقيقة هتلاقيه مشابه جدا لراست إلى حد ما، وتقدر تعتبر نصب حاليا وصلت لمرحلة إن هي فعليا خلاص فيها كل الفيتشرز الموجودة في لغة سي اللي ممكن تحتاجها. فده بيحطها في موقف كويس جدا. وبرضه نظم ما هياش ترجمة لسي، كومبايلر مش بياخد منك الكود بالعربي بيحوله لسي وخلاص، لا هو اصلا ما بيحولش لسي، هو بيحول LLVM، وده حاجة هنتكلم عليها ان شاء الله بعدين في السلسلة دي. ودي حاجة اللغة او كل لغات البرمجة تقريبا بتستعملها، لغات الكومبايل دي هي راست، سويفت، جو، كل اللغات دي بتستعمل LLVM كباك اند عندها. زي ما قلنا ده هنتكلم عنه ان شاء الله بعدين.